هل عمليات الأورام الليفية والبطانة المهاجرة بتأثر على فرص الحمل؟ ناس كتير عايشة في غرفة مظلمة بسبب الخوف من عمليات البطانة المهاجرة وعمليات الأورام الليفية، وهي مش عارفة إن هي كده بتضر نفسها بدل ما تبقى ضرر واحد ويبقى ضررين، لأن عمليات البطانة المهاجرة وعمليات الأورام الليفية من العمليات المثبت في كل العالم كله إن إحنا كل ما عالجناها بدري كل ما كان أحسن، وبنشوف أمثلة كتير بتتأخر على نفسها بسبب الخوف لحد ما الحالة تبقى أسوأ مما كانت عليه، ويبقى نتيجة العملية بدل ما كانت هنقول مثلا 80% 90% بنرجع نقول نتيجة العملية 50% 40% و30%. كل ما الحالة تتقدم كل ما نتائج العملية تبقى أسوأ. فالنصيحة يا جماعة اللي أنا عايز أقولها لكم النهاردة وعايز أكد عليها المرة مليون، إن الخوف دايما بيضر في حالات البطانة المهاجرة بالذات وحالات الأورام الليفية، لأن ديت سايكل معينة مش هتقف عند مكان معين أو هتتراجع، هي بس بتتقدم للأمام. يعني البطانة المهاجرة مش هتقل مع الزمن ولا الأورام الليفية تظهر مع الزمن، لا بالعكس هتزيد. فأنت لو أجلت السنة الجاية أو السنة اللي بعدها خوفا من العملية فالموضوع هيبقى أسوأ. فأنت لو شخصت بطانة مهاجرة أو أورام ليفية كل ما عملتها بدري كل ما حافظتي على فرص الخصوبة بتاعتك تكون أحسن وأفضل، على عكس ما أنت خايفة إن أنت تضيع خصوبتك، فبالعكس لا ده أنت بتضيعيها كده زيادة. فاللي عندها أورام ليفية أو بطانة مهاجرة رجاء حالتك تقيم كويس وخدي قرار في موضوع العملية واعمليها فورا.